القيد اللي بعد كده جيت يوم 26 اهو، نكتب قيد رقم 8. يوم 26/10 دفعت المرتبات اللي عليا. payment of salaries for 2 weeks. خلي بالك 2 weeks، لان انا بدفع مرتباتي كل اسبوعين. بدفع for employees. كل واحد بياخد 500 في الاسبوع، يعني بياخد 1000 في الاسبوعين، يبقى هياخدوا 4000. يبقى الكريدت كاش، الكاش هينقص، ونروح نفتح حساب جديد في الاكسبنسز نسمي الحساب ده طبعا هو لسه هنا ابيض، فهنسميه، نعمل هنا عفوا ميرج، ونقوم جايين كاتبين salaries expense. وطبعا بضم دول كده، بعمل ميرج الاتنين دول مع بعض، وباخد دي كده فورمات، اخدها زي ما هي احطها لي هنا. مشيت بس وقفت على دي، نعملها تاني اهو، اقف على دي كده واعمل فورمات، واقوم ماشي بالسهم كده عمل لي فورمات اللي جنبها. اخد دول الاتنين دول كده كوبي بيست، واكتب هنا. خلي بالك انا عيني هنا، انا عيني اهي، عيني على اخر سطر عشان ما اتلخبطش، عشان ممكن في ناس بتلخبط تحط في القيد 10 مكان 11. لا، انا عيني هنا اهو، فانا شايف ان هو واقف فين، وانا بعيد كده انا شايف ان هو واقف فين، انا واقف على السطر اللي انا عايزه فعلا. فبضغط هنا الديبت 4000. يبقى انا كده عملت القيد رقم 8، ديبت سالاريز اكسبنس وكريدت كاش.